بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز ان شاء الله النهارده في فيديو جديد عن مراحل التقديم لوظيفه الضيافه الجويه. خليكم معايا هقول لكم معلومات مهمه جدا. اهلا بيكم مره تانية. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مراحل التقديم. ايه هي مراحل التقديم؟ بتتقسم لايه؟ ممكن تتعمل في يوم واحد، في يومين، اكتر من يوم. هنظبطها كده بالترتيب. الاول انت عملت السي في بتاعك وحضرتك بعته للشركه ومليت الابلكيشن على الويب سايت بتاع الشركه. اول ايميل بيجي لك من الشركه هو ان انت الابلكيشن بتاعك اتقبل او اترفض. لو اترفض بتقدر تعيد تاني، تقدر تعمل ايميل تاني وتبعت تاني، لان هم ما عندهمش سيستم يفلتر المعلومات الداخليه اللي جوه السي فيهات. تقدر تعمل ايميل تاني لو انت عامل غلطه او عامل حاجه غلط في الابلكيشن الاولاني، تعمل ايميل تاني وتقدم بيه. وما انصحش بالطريقه دي قوي وكتير، ما تعملهاش كتير، ما تعملش كذا ايميل وتبعت كتير، عشان لو الاتنين اتقبلوا، لو عملت كذا واحده كتير وقدمت كذا مره والاتنين اتقبلوا هتعمل لك مشكله، ممكن يتشال الابلكيشن بتاعك. فاذا جربت مره وما اتقبلتش، ابعت تاني بايميل مختلف، ظبط الغلطات اللي انت عملتها في الابلكيشن الاولاني وابعت تاني. جالك ايميل ان الابلكيشن بتاعك اتقبل، منتظر الايميل اللي جاي عشان نحدد معاك ميعاد الاسسمنت داي او الاوبن داي. ايه الفرق بين الاسسمنت داي والاوبن داي؟ الاسسمنت داي بيبقى لازم حضرتك تكون بعت، ولازم يكون جالك انفيتيشن، فيجيلك اليوم بتاع الاسسمنت داي دوت كل اللي موجودين معاهم انفيتيشن، جايين بانفيتيشن، يعني مش اي حد داخل، مش اي حد معدي ايه ده في انترفيو هنا ما تيجي نجرب. الاوبن داي مختلف. الشركه بتعلن في الاوبن داي، لو انا نازله اوبن داي يوم كذا، من اسمه كده اوبن داي يعني يوم مفتوح، يعني ناس كتير تقدر تيجي، ناس كتير حتى لو ما بعتوش للشركه السي فيات بتاعتهم تقدر تيجي، معاك الشهادات بتاعتك، معاك السي في بتاعك، معاك صور طوليه، معاك الاوراق الخاصه بيك، وتقدر تقدم حتى لو انت ما معكش انفيتيشن. عرفنا الاوبن داي وعرفنا الاسسمنت داي. السكرين داي بيبقى جزء من الاسسمنت او الاوبن داي. السكرين داي ده عباره عن ايه؟ بتبقى ناس كتير جايه، لو هم مثلا بعتوا انفيتيشن ل 500 واحد فكلهم بيجوا، مش هيقدروا يحددوا احنا هناخد كل الناس دي ازاي او مش عارف ايه الا لما يعملوا حاجه اسمها سكريننج. يعني انت تقف قدامهم كده مبدئيا، ده معانا عشان يقدر يخش الاختبارات. فحضرتك بتيجي وانت بتقدم ورقك او وانت بيتنده عليك، بتيجي تقف قدامهم، هاي عامل ايه، ازيك، وات دو يو دو، انت بتعمل ايه في حياتك دلوقتي، اشتغلت كابين كرو، انت اكس ولا مش اكس يعني انت خبره في المجال بتاع الضيافه ولا لا، عندك تاتو، عندك سكيرز، متعور تعويره في مكان واضح في جسمك. الكلام ده كله بتتسال كده وانت واقف بسرعه. ولو انت اوكي بيكلموك في نفس اليوم. لو انت اوكي هتيجي بقى تبدا الاختبارات، بيكلموك في نفس اليوم، يقول لك بكره عندك مثلا انجلش تيست. في شركات تعمل انجلش تيست بنفسها، يعني هم بيبقوا محضرين الامتحانات يعملوا لك الانجلش تيست بنفسهم في المكان، وكمان هم اللي بيصححوا. في شركات تانية تبعتك مثلا على البريتش كونسل او على الامريكان يونيفرسيتي تعمل فيهم الانجلش تيست. بتختلف بقى من كل شركه لشركه، فانا مش هقدر اقول كل انواع يعني انا قلت لكم الايه اللي بيحصل، يعني يا اما الشركه هي اللي بتعمل انجلش تيست يا اما تبعتك لمكان تاني. طيب دخلت وبعتوا لك في اليوم دوت بعد السكريننج داي وقالوا لك انت معانا، بتيجي اليوم اللي بعده تبدا بقى تبقى جاي ونايم كويس وفاطر ومظبط حالك وجاي، عشان بيبقى يوم طويل ومرهق جدا. وحاول تقسم طاقتك على اليوم عشان ما تفقدش طاقتك من اول اليوم، عشان لو اليوم طول تبقى برضو في نفس البرفورمانس بتاعك، تقدر تأدي في الاختبارات اللي جايه، بتتوالى الاختبارات. طيب خلصت الانجليش تيست في اليوم اللي بعده اذا كان بره او في الشركه، والنتيجه بتاعته بتطلع، بتبقى انت قاعد منتظر في الاوتيل اللي هم بيبقوا عاملين فيه الاوبن داي او الاسسمنت داي او الانترفيو يعني، وبيندهوا على الناس اللي نجحت. فانت بتيجي، حاول في الوقت اللي انت بتنتظر النتائج ما تتكلمش مع ناس،
ما تحاولش تتكلم مع الناس اللي حواليك. مش يعني انت اجتماعي ولذيذ وبتحب تتكلم وكل حاجه، ولكن اليوم دوت لو وقفت مع شخص نيجاتيف هيسحب طاقتك كلها، هيخليك شخص محبط جدا. ولو اتكلمت مع حد اعلى منك هيخليك تستقل نفسك، لو اتكلمت مع حد اقل منك هيخليك تحس ان انت متعالي، لا ده انا جامد قوي، فتلاقي نفسك بتعمل غلطات. ما تثقش في نفسك زياده عن اللزوم، وما تستقلش نفسك، عشان مفيش حد احسن من حد. هي الفكره كلها في خبرات. فحاول تتجنب الكلام النيجاتيف مع الناس. عايز تتكلم وتسلم ومش عارف ايه، لكن لو لقيت حد لا ده ما بيقبلوش حد، ده وسايط، ده مش عارف ايه، هيفقدك تركيزك وهتخسر كتير. فارجوك حاول في اليوم دوت، لو انت مدخن ما تشربش سجاير، ما تشربش قهوه كتير عشان ما تهبطش، وما تتكلمش مع الناس كتير عشان ما يستنزفوش طاقتك. دي اهم حاجه. خلصت الانجليش تيست، تخش على المرحله بعديها بتقل كمان شويه. ممكن تبقى دي قبل دي، ممكن يعملوا مثلا الوزن والطول قبل الانجليش، او ممكن يعملوا الانجليش الاول بعد كده الوزن والطول. ولكن يعني الترتيبات مش مهمه قوي، ولكن ايه هو ده الشكل العام للاسسمنت داي. بتخش على الوزن والطول. حبيت اقول لكم بس ان الوزن والطول، وفي حاجه كمان مع الوزن والطول اللي هي الهيئه. في شخص وزنه وطوله متناسبين ولكن هيئته مش كويسه. طبعا ربنا ما بيخلقش حاجه وحشه، ولكن مش كويسه، مش قصدي يعني وحش، ولكن مش هتبقى على اليونيفورم بتاع الشركه دوت، مش هتبقى احلى حاجه. يعني كل الناس كويسه وكل الناس جميله، يعني انا مش بغلط في حد ولا حاجه، ولكن في ناس ما تنفعش تلبس اليونيفورم، يعني هيبقى جسمها مش شكله كويس في اليونيفورم. فالوزن والطول مش معنى ان انت وزنك مثالي بالنسبه لطولك ان انت هيئتك صح. لازم تخلي بالك من النقطه ديت وتلعب رياضه، يعني تخليك شخص رياضي وتخليك شخص فت، شكلك لايق على اليونيفورم بتاع الشركه دي تقدر تشتغل على نفسك فيها قبل الانترفيو وفي اي وقت. يعني اللي يقدر يلعب رياضه على طول ده شيء جميل جدا. بالنسبه للبنات برضو تخلي بالها من الوزن، عشان الوزن الزياده بيرفضوه، لان ده اكتر حاجه بتبوظ شكل اليونيفورم، الوزن الزياده. فالبنات تخلي بالها من موضوع الوزن ده. خلصنا انجليش تيست، خلصنا وزن وطول وعدينا. عايز اقول لكم حاجه على الوزن والطول. كابين كرو لازم يبقى وهو بيعمل التيست هيقف على طراطيف صوابعه وهيرفع ايده لحد ما يقدر. الطول اللي يقدر يوصل له وهو في الوضعيه بتاعت الطراطيف الصوابع ورافع ايده لحد فوق دي المفروض تبقى 212 سم. في واحد يقول لك طب انا 150 سم، هل اطول؟ هل ينفع يقبلوني؟ هل هم بيقبلوا الناس يعني من 160 سم؟ تمام، بس هل بقى هيقبلوك انت؟ لازم تقف وتبقى عارف انت ايدك تطول فين. يعني خلي حد عندك في البيت لو عندكم متر او اي حاجه وانت رافع ايدك كده تبقى واصل ل 212 سم. دي حاجه 203 سم انا اسف، عشان تبقى بتقدر توصل لاكتر حته عاليه في الطياره. نخش بقى على السيركل ديسكشن. دي انا شايفها ارخم من الانترفيو، لان السيركل ديسكشن انت بتتعامل مع ناس مقدمين معاك، فهو هيجي شخص المانجر بتاع اليوم دوت هيبقى بيقسمكم، يقول لك مثلا 1 2 3 4 5، الخمس افراد دول هتقعدوا مع بعض هتتكلموا على حاجه الفلانيه، او هديكوا مساله اي كيو برضو ليها علاقه بالذكاء، وكل واحد فيكم يحاول يطلع حل وتتفقوا مع بعض وتطلعوا لنا حل وهكذا. المرحله دي ليه صعبه؟ عشان انت مش متحكم في شخصيات الناس اللي حواليك. هتلاقي واحد رغاي عايز هو بس يتكلم لوحده، مش عايز حد تاني يتكلم، فدي مشكله وهيترفض. الرغاي كتير هيترفض، اللي ما بيسمعش بيتكلم بس هيترفض، اللي ما بيشتغلش في تيم وورك هيترفض. لازم تسمع وتدي فرصه لده يتكلم وتتعرفوا على بعض الاول. خلي بالكم الموضوع لازم تتعرفوا على بعض الاول، يعني تعرف ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده اسمه ايه. ولو معاك بنات برضو اسال انت اسمك ايه وهم يبقوا عارفين اسمك. ليه؟ لان انت ممكن تقف يسالك زميلك ده اسمه ايه، لو قلت له ما اعرفش يبقى انت كده كنتوا قاعدين بتشتغلونا او بتمثلوا ان انتوا تيم. هم بيشوفوكوا ازاي تقدروا تبقوا تيم مع بعض على الطياره، فعايزينكم تبقوا موجودين اكنكم في الطياره دلوقتي. ما ينفعش تبقى في الطياره ومش عارف ده اسمه ايه يا كابتن او يا صاحبي او مش عارف. مفيش حاجه اسمها كده، لازم تبقى عارف اللي حواليك، ما تاخدش معلومات كتير عنه عشان ما يلخبطكش. وحاولوا وانتوا بتدوروا على اجابه
للسؤال اللي هو بيبقى مديهولكوا او حل للمساله اللي مديها لكم، تخلي اجاباتكم منطقيه ومتوافقه مع بعض، واسمعوا بعض عشان تقدروا تطلعوا حل وتقدروا تتكلموا عن الموضوع دوت بشكل شيك. هو ده السيركل ديسكشن، ده اللي انا ما بحبوش، لان انت ما عندكش كنترول على الناس اللي حواليك. الاي كيو تيست ده تيست بيشوف عندك قدره في الحسابات ولا لا، عندك قدره في التفكير بره الصندوق ولا لا، عندك قدره في التفكير في الاسئله الغير نمطيه ولا لا. دي اسئله المفروض ان انت تعمل كذا تدريب عليها. هتلاقي في نماذج كتير جدا على الانترنت، تقدر تنزل نماذج للاي كيو تيست وتتدرب عليها. هتلاقي الموضوع سهل جدا بالنسبه لك. والحسابات برضو حاول تقوي نفسك فيها، علشان لو في اي حسابات في السكاي سيلز تحسب مثلا ان الشخص ده دفع كذا، فانا المفروض ارجع له باقي كذا بالعمله الفلانيه كذا، فيبقى عندك درايه بالحسابات وتبقى كويس في الموضوع دوت. نخش بقى على الفاينل انترفيو. بعد ما بتعدي كل مرحله من المراحل اللي فاتت دي، بتلاقي ناس من اللي كانوا قاعدين معاك اساميهم ما بتتندهش، يبقى الناس دي خلاص كده اترفضت وهتمشي، ويقدموا بقى كمان 6 شهور او لما الشركه تطلب تاني. فما تاخدش نيجاتيف انرجي من اللي اترفض، لا ده ظلم، ده تلاقي بقى ناس واقفه ده ظلم، ليه ده انا احسن من دوت، ده انا احسن منك، ده مالكش دعوه بحد. عشان كده قلت لك في البدايه حاول ما تتكلمش مع ناس كتير عشان ما تلخبطش نفسك. دخلت ال1 to 1 انترفيو. الاسئله بقى اللي انا كنت قايل لكم عليها في الفيديو اللي فات، لو ما حدش شاف الفيديو هسيب لكم الرابط بتاعه وبتفرجوا عليه، اشهر الاسئله في الانترفيو، وتخش وتبقى واثق من نفسك ومظبط حالك. ومن وقت للتاني في البريك تدخل الحمام عشان ما تبقاش مزنوق. خلي بالكم من النقطه دي يا جماعه، انتوا لو حد شايفها تافهه بس خلي بالكم، تدخل الحمام تريح نفسك وتظبط برضو. انت لو وشك عرقان تظبط، لو ريحتك مثلا مش كويسه لا تحط برفيوم، شعرك تظبطه عشان تبقى كل خطوه بتعملها مظبوطه. الكلام ده كله لو اتعمل في يوم واحد، لو اتقسم على كذا يوم طبعا انت هتبقى جاي برضو مظبط نفسك كل يوم كأنه اول يوم. خلصت الفاينل انترفيو، بيشكروك وبيقول لك شكرا على اليوم اللي انت تعبت فيه، ولو ان شاء الله انت معانا هنكلمك وهنبعت لك على الايميل بتاعك او هنتواصل معاك دايركت على الموبايل بتاعك. لما ربنا يكرمك وتبقى اتقبلت على طول هتلاقيهم بيكلموك، يبعتوا لك العقد الاول بتاعك على الايميل، تشوف العقد بتاعك هيبقى عامل ازاي، المرتب بتاعك عامل ازاي، البينيفيتس كلها، الانيوال ليفز او الاجازات السنويه، بيديك كل المعلومات، طريقه السفر، المكان اللي هتعيش فيه. احنا بنوفر لك ميديكال انشورنس، بنوفر لك ترانسبورتيشن من مكان الاقامه للايربورت، ومن الايربورت للاكوموديشن بتاعك. يعني بيديك كل المعلومات في الايميل دوت. وبعد كده بيبتدي يوجهك للكشف الطبي، لو هم ليهم مكان للكشف الطبي هنا بيقدروا يوجهوك ليه بجواب على طول تروح تعمل الكشف الطبي. لو انت في شركه مصريه، لو انت في شركه اجنبيه برضو بيطلبوا بعض الشهادات to be fit to fly، يعني حاجات على الودن وحاجات على الزور والانف والحاجات دي. وبعد كده ممكن يعملوا لك كشف طبي كبير جدا لما توصل، لو انت في الامارات او في اي دولة عربية. وبكده ابقى خلصت لكم مراحل التقديم. يا رب يكون الفيديو ده مفيد واداك فكرة عن اليوم اللي انت هتروح تقدم فيه هيبقى شكله عامل ازاي. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم على خير، السلام عليكم.